شيري عادل زوجة الفنان رامي صبري تفتح النيران على ويجز بعد تصريحاته بخصوص رامي. انت مش رقم 2 يا رامي، انت رقم 19 مثلا. وكمان نشرت جزء من الحلقة اللي اتكلم فيها رامي صبري عن ويجز وعن الراب، فكتبت وقالت: ده جزء من الحلقة اللي رامي اتكلم فيها عن الراب، ومن هنا ورايح مش هسكت وهرد على أي حد يفكر يتكلم عنه تاني بأي طريقة مش عجباني. أولا، رامي اتسأل سؤال في برنامج ورد، وعنده كل الصلاحية لأي رد أو إجابة على أي سؤال، يعني مفيش أي مانع يخلي رامي لما يتسأل سؤال ما يجاوبش. ثانيا، رامي صبري ده يا حضرة فنان من أهم الفنانين في الوطن العربي ومن أهم الأصوات، ده لو حضرتك مش معانا في مجال المزيكا. وبعدين والله يا ريت رامي عنده الوقت بتاع حضرتك الفاضي قوي، بتاع 5 شهور فاضي، يا ريت كلنا نتمنى. اما بقى موضوع رامي رقم كام، ده هو الحقيقة مش شاغل بال رامي قوي، بس لو حضرتك شايف ان رامي رقم 19، مع الاسف الشديد لازم اقول لحضرتك تبقى انت مش موجود على الخريطة من الاساس. اغنية واحدة من رامي صبري، واحدة بس، تعمل تاريخ لناس. محتاج تذاكر كويس وتعرف انت بتتكلم عن مين قبل ما تتكلم، لانك واضح انك عندك شغل تاني غير المزيكا، لانك لو جوه الشغلانة كنت مش هتقول ولا كلمة من الكلام ده عشان الناس ما تضحكش عليك، لانك اتكلمت عن فنان بجد مش جاي يهزر. واخيرا، لما تحب تعمل دعاية لاغنيتك الجديدة ابعد عن اسم رامي صبري. انا عارفة ان اسمه ممكن يخلي الاغنية ترند، بس حاول الاغنية بتاعتك الجديدة تعتمد فيها على نفسك.